على الجهة اليمنى مع كارفاخال يوصلها البحث دائما عند جاريث بيل ولكن رونالدو جول كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة يفتح مجال التسجيل من أول كرة وأول لقطة وأول لمسة أو بلحظة ثاني لمسة لكريستيانو رونالدو هي أول لمسة باليسرى، الأول لمسة كانت باليمنى صدها الدفاع والثانية باليسرى دخلت مباشرة الشباك. الهدف 17 بنزيما كان متسللا ولكن كريستيانو لا لمسها بأصابع رجله فقط مفتتحا مجال التسجيل بعد هذه التوزيعة الرائعة جدا من إيسكو بالمليمتر. هدف 163 بالنسبة لكريستيانو رونالدو. إذا سجل 3 أهداف اليوم يصبح ثالث هداف في ترتيب. موراتا راح ياخذ مكانه في تشكيلة فريق ريال مدريد. هدف ثاني، معذرة مشاهدينا الافاضل، معذرة كريم بنزيما يسجل هدف ثاني مباغت تماما لألميريا ومباغت لي. كنت ابحث في اوراقي عن المعلومات حول موراتا وفاجأ كريم بنزيما دفاع ألميريا وفاجأني بهدف ثاني لا ادري حتى كيف سجله كريم بنزيما. هو الهدف الثامن لكريم في ظروف صعبه. شوف الانطلاقه هنا من جانب حراس الريال. كريم ضرب الكره في العمق باليمنى ثم باليسرى. واو رائعه التسديده والهدف. جيسي رودريغيز حطها لكريم استلم بيمناه وسدد بيسراه في الزاويه اليمنى لمرمى ستيفان سواريز. هدف وزنه من ذهب للريال. كره طويله من عند ستيفان سواريز. ياراميندي في الوسط يتمكن من هذه الكره يوصلها مباشره لايسكو امام التعبير. شوف كيف يخرج من الوضعيات الصعبه. الكره في العمق جول من جاريث بيل الثالث. نعم جول جاريث بيل اخطف الكره وسجل هدف الرابع هذا الموسم مع الريال. هدف الرابع في الدوري وهدف واحد في دوري الابطال. صارت النتيجه 3-0 لصالح ريال مدريد. جاريث بيل الخداع الماكر خلف المدافع اخطف الكره وبلحظه سرقها وتمكن من تسجيل الهدف الثالث في وقت يحدث التغيير الثالث الان في تشكيله فريق ألميريا بدخول مهاجم اخر هذه المره هو اللاعب اوسكار دياز. شوف الاعاده مره ثانيه. خطا هنا من الدفاع. جاريث بيل لا يفوت ولا يضيع كرات مثل هذه ويسجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد. دخول اوسكار دياز الان في القارات الاخرى في اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه وغيرها. رقم هناك يسرى كره صعبه عن طريق خيسي يوصلها مباشره لايسكو. على ايسكو الرابع. يا سلام إيسكو يسجل الهدف الرابع والخامس له هذا الموسم. صارت 4-0 النتيجة الآن. الانتصار الرابع على التوالي لكارلو أنشيلوتي لأول مرة يحدث له منذ مجيئه للريال. فرانشيسكو إيسكو يسجل الهدف الرابع لريال مدريد، هدف الخامس هذا الموسم. والله لما استلمها هنا شوف هنا كنت سأقول سيسجل. سبحان الله. إيسكو متعود يذكرني بأنه مع مالاغا كان سجل هدف في مساحة صغيرة يوقف الكرة أمام المرمى أمامه لاعب أيضا يغطي على الحارس يسجلها بين رجلي اللاعب اللي أمامه في الجهة اليمنى أو اليسرى من المرمى. شوف زاوية مغلقة الحارس لم يشاهد شيئا. شاهد الكرة وهي تتوجه نحو المرمى معينة من أكفأ الناس من أكفأ المدربين ليس أي واحد من بإمكانه أن يحل الكرة صعبة لصالح الريال. الخامس من الفارو موراتا. الفارو موراتا لم يكن متسللا حسب الحكم المساعد. 5-0 صارت النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة. 5-0 صارت النتيجة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة للريال. فالفارو موراتا فعلها، انفلت خلف المدافعين وخرج وجها لوجه. هل رفعها فوق الحارس أم مرت بين يديه؟ سنعاود التصوير البطيء. طبعا سنعاود اكتشاف إذا كان في رأي تسلل أم لا. من هذه الزاوية صعب أن نشاهد. لا أعتقد كان في رأي تسلل. حاول يرفعها ولكنها مرت بين يدي الحارس وكان الهدف الخامس لصالح الريال. رفعها تقريبا على يساره قبل ما تدخل رفع يديه
لانه كان يعرف اتجاه الكره، من هنا تعرف اتجاه الكره داخله ولا لا. نعم داخله على الجهه اليسرى من مرمى الحارس. 5-0 صارت النتيجه للريال من دون رونالدو اللي ترك